السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سارة للتفصيل وإعادة التدوير. عبايتنا النهاردة الموديل الخليجي، كم الرجلان الواسع اللي ملهوش حد ضباط، اللي جاي مع من الكتف والكم حتة واحدة. عبايتنا هنعوز فيها 3 متر، ولو صاحبتها طويلة شوية تبقى 3 متر وربع، علشان 3 متر هيديكي طول 150. لو هي أطول خدي من 3 وربع احتياطي. أنا معايا النهاردة قماش حرير عرضه 180 سنتي غير العادي. العادي بيبقى 150، النهارده معانا قماشنا عرضه 180. هنحتاج للموديل زي ما شفناه في الاول قماشه للكم، تبطينه الكم. انا عندي تبطينه الكم مش متطبقه ومحطوطه، لا متخيطه ونازله على القماشه السمراء عشان تدي ضيق اسمر وهي لابساها من تحت. وفي قطان بعد منه هنعوز الشرايط بتاعته، وفي قطان في النص، وجزئيه عريضة عرضة الكم في الجنب. هنحتاج قماشة بعرض 15 سنتي للكم بطول القماشة، بحيث ان الكم وسعه معايا يبقى 75 سنتي. ومعايا شريط قطان عرضه 5 سنتي اللي هيركب فيه القطان معايا، وهوريكم ازاي يركب مع بعضه. عرضها 5 سنتي برضو بنفس الطول اللي هو 150 سنتي، اللي هو نفس طول العرض وسع الكم. وبرضو القطان 5 سنتي، يعني شريطين قطان كل واحد فيهم 5 سنتي بطول القماشه 150 سنتي. والجزء اللي على الصدر هناخده 50 سنتي عشان ميبقاش طويل قوي ولا قصير قوي. هيركب مع القطان في الجنب وهوريكم يركب ازاي. طلعنا حاجتنا التطعيمات بتاعتنا وجهزناها، نبدا نقص العبايه. انا عندي القماشه 3 متر وربع، انا عايزه القماشه اقصها بالطول علشان الحرير الواسع. اي عبايه واسعه تقصيها بالطول بيبقى افضل، لان القماشه لما تكون بالطول بتبقى راسيه وراقده اكتر، لما تكون بالعرض بتبقى موقفه. انا خدت 3 متر وربع ليه؟ عشان اطبق على 2 يديني طول العبايه، والواسع اللي هو معايا هيبقى على 180 سم، هيديني كم واسع ومرتاح، وهقص واركب قطان براحتي وهيطلع معايا كم مظبوط. هطبق القماشه على 2 وبعدين اطبقها على 2 تاني بقى. انا هنا طبقت طول القماشه اللي هو 3 متر وربع على 2، وطبقت قماش تاني من العرض على 2، وهشتغل من عند الجنب المقفول اللي هو الفوق. انا عايزه الكم حته واحده من غير خياطه في النص، يبقى شكله احلى وشغل انضف. طيب مقاساتنا ايه؟ واحده 150 وسع كم 150. ازاي وسع الكم 150 وازاي محيط الصدر 150 هنعرفها ازاي دلوقتي. انا دلوقتي عايزه عندي العبايه دي خليجي وموديل واسع وعارفين هي واسعه. انا انسب حاجه اخدها معايا وسع 150. طب هاخده فين وهحطه فين؟ هنعرف دلوقتي. اول حاجه انا عايزه الكم، محيط الكم من هنا الجزئيه اللي هي نازله دي محيطها 75 سم. طيب انا هاخدها ازاي؟ هنقسمها على 2 اللي هي 37 ونص، وراح عامله علامه ادي 37 ونص. العلامه دي هي اللي همشي معاها محيط الصدر اللي هو وسع الصدر. طيب انا عندي وسع الصدر كام؟ قلنا برضو 150، برضو على 4 يبقى فيها كام؟ 37 ونص. يبقى قصادها كده اهو بالمسطره او بالمتر بتاعي، وتعملي علامه عند 37 ونص. والخط ده بيتوصل بالنقطه بتاعه محيط الكم بالطريقه دي. ومن النقطه دي هنزل على وسع العبايه برضو 150، لان 180 يبقى واسع معايا جدا وهتبقى شكلها مش لطيف. هناخد برضو تحت على 150 وسعها ازاي بقى؟ 150 اللي هو النص، يعني على 75. ال 75 اهي دي وسع العبايه، واخد النقطه دي اللي هي 150 المنظر ده. تمام؟ دي قصة العباية. هقص وماشي وابدأ من تحت اقص
كده انا قصيت عبايتي على المقاسات اللي انا عايزاها. هظبط عند الصدر، هطبق القماش كده واجيب من النص واشتغل دوران الرقبه الخلفيه اللي احنا قلنا بايدينا 4 صوابع، بايدي 4 صوابع كده، وانزل تحت على 3 سم واعمل دوران الرقبه الخلفيه. طب النص هعمله ازاي؟ هاخد بالقلم كده الطباشيره بتاعتي او اللي بعلم بيه خط النص معايا عشان اقدر افصل العبايه بعد كده. هعمل الاول دوران الرقبه الخلفيه اهو، والخط بتاعي كله هاخده لغايه تحت، اعلمه عشان لما اجي اقصه ما يوربش معايا ولا يروح في حته تانيه. هطبق القماش واجيبه من تحت عشان اظبط الديل معانا. احنا قاصين ب7، واي قص من الجزء التحتاني بينزل على ميل كتير بيبقى تحت الجناب ساقطه وفي النص وورا مرفوع. افادي النقطه ديت ازاي؟ بنطلع بايدي شبر كده واخدوه على دورات، بايدي شبر كده واظبط على مفيش، اظبط الديل معانا. واحنا كده كده في الاخر بنظبط الديل على الزبونه وبنعلمه زي ما احنا عارفين. انا كده انا ظبطت الجناب ومعلمه العلامه في النص بتاعه الفتحه بتاعتي اللي هنزل فيها قطان، وهعمل دوران الفتحه الاماميه. هنزل بايدي 4 واعمل دوران وافصل الرقبه الاماميه اهي، وهفصل العبايه كلها من النص من عند الخط اللي انا معلماه. بعد ما قصيت العبايه طبعا هرجع لموديل الكم واشتغله علشان اظبط القطان فين والقماشه فين معايا. فانا معايا القطاع اللي هو الجزء اللي هو هيتكسي بيه القماشه، هحطه عليها كده وانزلها عليها واروح قص على قدها اللي هو 15 سم اللي احنا قصيناهم في الاول. فصلنا الجزء ده، في عندنا قطان بعديها بحوالي 3 سم وسنتي وسنتي خياطه، يبقى عندي هبعد 5 سم عشان انزل القطان بتاعي، واعلم بال5 سم كده لحد ما اطلع فوق اروح قصر. ده الجزء اللي هينزل معايا القطان فيه. كده احنا قصينا العبايه، وتعالوا بقى اوريكم نقفلها ازاي. ونبدا التقفيل بان احنا نجهز حاجات الكم اللي احنا هنركبها فيه من الاول. انا قلنا هنبطل جزئيه بتاعت الكم الاولانيه هنركبها ازاي. هناخد الاثنين مع بعض الوش في الوش ونخيطهم من جنب واحد.
انا قفلتها من جنب، هقلبها تبقى معايا بالمنظر ده اهو، شايفين؟ يبقى التقفيل نضيف والشكل نضيف. طب وبعدين هناخد الجزئيه اللي احنا هنوصلها اللي هي ما بين القطان وما بينها، وناخدها على وش القماشه اللي هو التطعيم بتاعي مع وش القماشه بتاعتي السمراء، وناخدهم مع بعض. شايفين بقى هنا ازاي شكل انضف وشكل احلى وتقفيل نظيف، دي تتعمل اوفر وتتشيم بشكلها احلى. نكمل التوصيله. ونوصلها في العبايه مع القطان، وهوريكم ازاي بقى نركب القطان مع بعضه. انا هنا جهزت جزئيتين الكمام معايا، هركب الجزء اللي هيركب على الصدر عشان لما افك الدواس واشتغل القطان اشتغل كله مره واحده. هاخد الجنب اللي انا هنزل عليه الجزئيه بتاعته واثبتها عليه بان انا هجيبها من فوق بعرض ان انا هطبق كده تيجي على الحرف، واجيبها من عند الرقبه من فوق كده من الجنب وابدا اثبتها عشان برضو يديني تقفيله نظيفه وشكلها حلو. والمقدار اللي هتمشي بيه من اول فوق اللي هو مثلا 3 صوابع و4 اهو، هتمشي لغايه تحت بايدك وتظبطي القماشه بتاعتك بايدك اهو 4 صوابع، تاخدي جنبيها تريحي القماش عشان ما يرحلش معاكي وتخيطي بايدي اهو 4 صوابع مش هتنزل جنبيها وانزل. عايزه تحدديها بالقلم وتنزلي عليها براحتك مع نفسك، الطريقه السهله بتاعتك اعملي بيها اهي 4 صوابع اهي. هنزل بالابره اخليها ثابته تحت والف القماشه والمفروض هاخدها مستقيمه بالطريقه دي. مش هتعرفي تجيبيها هقولك هتعملي ايه. خرجت القماشه خالص هثبتها بشيمه رفيعه قوي بخط على الحرف، شايفين القماشه الفاتحه معايا في الدواس بالظبط في نص الدواس، باخدها خط طوالي كده بلف القماشه معايا واطبق جزء اهو والف القماشه معايا اهي. طبعا الابره تحت نازله وتثبتي القماشه وتطبقيها اهي بالمنظر ده، ثبتت معايا وشكلها حلو ونضيفه اهي. نبدا بقى نركب القطان. طبعا اول حاجه من تركيب القطان بنغير الدواس الفرد بالطريقه دي ان احنا نفك الدواس ده. شيلي رجلك من على الدواس خالص وانت شغاله اللي هو ده دواس التشغيل، وترفعي الدواس بتاعك وتحطي الدواس الفرد اللي هو لجوه مش اللي لبره. يعني انا عندي دواسين اهم، واحد شمال وواحد يمين، انا هركب اللي هو على يميني وانا قاعده اللي هو الداخلي مش الخارجي. هنزل الدواس بتاعي واربط عليه كويس
تأكدي انه اتظبط، تربطي عليه كويس عشان ما يفكش معاكي ولا يتحرك وانت شغاله. وتجربي الابره بالراحه كده، نزلت مظبوطه صح يبقى انت ركبتي صح. ونبدا نشتغل. هنستخدم ايه؟ هنستخدم القطان او الخيط المكرميه لو عندك الموجود ممكن تعملي بيه. انا النهارده هستخدم القطان اهو. الشريط اللي انا قصاه 5 سنتي، هاخده يتحط في النص بالطريقه دي كده، واخد الجزء اللي انا هخيطه انا عندي. هركب الكمام جزئيه الكم من اول حاجه نركبها اهي، وفي وسطيهم القطان. يعني انا هاخد طرف الكم على وش الكم اهو، واركب القطان بشريطه مع بعضه. عايزه تثبتيها بدبوس عشان ما تطلعش منك، ثبتيها بدبوس. مفيش دبوس، ثبتي بالمكان. هجيب من اول القماشه، من اول معايا الكم معايا وهو بادئ، وتبداي تقفليهم مع بعض. تبوص لجوه والقطان جنبه، وتبداي تخيطي. طول ما انت ماشيه القطان في نص القماشه، تمسكي كده تحطيه على القماشه وتحطي التاني، يبقى ماشي في النص. بيديكي النتيجه دي. وتكملي شغلك بنفس الطريقه للكمين وللصدر. دي النتيجه معانا. وبعد ما اجهز الكمام هبدا اجهز الصدر. انا فوق هعمل سوسته. هاخد اول جزئيه من فوق من يجي شبر كده، اللي هي طول السوسته اللي هتركبيها بالقطان مع فرد واحد بس. انا خدتها اهو مع جزئيه واحده من جنب واحد، مش من الجنبين مع بعضهم، لا واحد بس. بطول السوسته اللي هتركبيها او الفتحه اللي انت محتاجاها. وبعد كده تاخديهم تاني مع بعض، تبداي فوق تاخديهم بالقياس بس، مش هتركبي خيط. حطيهم على بعض كويس، وتبداي بقى تقفلي مع بعض الجنبين الشمال واليمين بتوع العبايه معاكي. برضه تمشي جنب الدواس جنب القطان، والقماش يكون مريح معاكي مش مشدود، والقطان مش مشدود، عشان لو القطان شد معاكي هيكشكش معاكي ويبقى شكله مش حلو. بنفس الطريقه بتاع تركيب القطان هنركبه في النص. عشان يديني المنظر ده. طبعا الفتل دي كلها عشان قماشه حرير وكده هتطلع ونشيلها عشان يديني المنظر ده في الاخر. وهنا هنركب سوسته سحري بقى عاديه اللي انت عايزاه. ركبي الكباسين المرد والكباسين مفيش مشكله. كميه تقفيله العبايه. كده تعتبر انا جهزت الامام اهو. تعتبر العبايه خلاص كده خلصت. طبعا كل ده بيتنضف، مش انا عارفه معلش كلها كشكشه والاسود طبعا بيلم تراب. فالمنظر اهو. طبعا بقى هتقفلي الجناب، هتمسكي الكم من هنا وتقفلي الكم مع الجنب
يبقى العباية كده خلصت معانا. هننضف دوران الرقبة والدنيا بقت سهلة وخلاص. ما تاخديش اي زيادات جوه، لان الموديل ده اي زياده جوه بتكشكش القماشه، بتخليها شكلها مش حلو خالص. تاخدي على خط خالص عشان يبقى الجنب معاكي مفرود مفيهوش كشكشه. ناخد الجنب للاخر. وابدا افنش الرقبه بان انا اركب السوسته السحري وانضف الدوران. بركبها طبعا بنفس الدواس اللي احنا ركبنا بيه القطان اللي هو الفرد، واقفلها واركب الجنب التاني. ودي ليها كذا فيديو عندي لو مش عارفه تركبيها. بقت معايا بالمنظر ده. انضف الدوران بشريط. هظبط الجزء زياده واشيل الاجزاء بتاع السوسته. بشرة قماشة تركبيه على الوش وتطبقي. الف الدوران كامل. برضو جزئية متنية. هنقلب وندخلها جوه. تبقى معايا بالمنظر ده. وكده شطبناها وخلصت معايا.